Hi everyone, I'm Miss سارة. سؤال بيجيلي كتير قوي، ازاي اطور نفسي في الانجليش؟ فانا محتاج احط خطة علشان اتعلم الانجليش. اول حاجة لازم اعرفها ان الانجليش عندي متقسم لمستويات زي اللي على الشاشة دي بالظبط. طيب ازاي انتقل من مستوى للتاني؟ لازم اكون عارف ان انا عندي 4 skills، وال4 skills دي هي اللي على الشاشة، وكل واحدة فيهم ليها طريقة معينة هكتبها لكم تحت. سؤال مهم، لو انا مش عارف مستواي اعمل ايه؟ ده سؤال كويس جدا. لو مش عارف مستواك هنكتب تحت في الكومنتات ان انت عاوز الامتحان الفري اونلاين، بنعمله وبيكون من غير اي رسوم. بس اكتبولي في الكومنتات وهبعتله لكم على طول في اللينك. لكن لو احنا قافلين الرسائل بتاعه الصفحة فيا ريت نبعت رسالة على الصفحة على طول علشان ابعت لكم اللينك تلقائي. طيب لو انا مثلا عرفت الخطة تمام، بس مش قادر اذاكر الدروس دي لوحدي على الاقل في البداية، وده صحيح في البداية فعلا بنكون محتاجين معانا حد مرشد يقول لنا النطق الصح ويصلح لنا الاخطاء، ولحد ما نتعود على الطريقة ونقدر نعتمد على نفسنا. في الحالة دي هيكون عندنا حاجتين نعملهم. أول حاجة هنعمل متابعة للصفحة، لأننا بننزل كورسات مجانية كتير قوي، ونصايح كتير جدا جدا عن إننا نتعلم لغة، وبننزل تقريبا كل يوم معلومات جديدة مفيدة جدا. الحاجة التانية، لو حابين إن احنا يكون معانا حد معايا لوحدي بشكل خاص، ممكن نشوف ايه العروض اللي بتنزل على الصفحة كل فترة، أو نبعت في الرسائل الكورس المناسب لينا، وهيكون في تحديد مستوى مجاني وخطة برضو بنحطها بحيث ان الطالب يطور من مستواه، وبناخد كل التفاصيل اللي هو محتاجها بحيث يتطور في أسرع وقت ممكن. Thank you so much guys. ما ننساش ان احنا نعمل لايك وسبسكرايب لو بنتفرج على اليوتيوب، وفولو للصفحة علشان ما يفوتناش اي معلومة جديدة او اي كورس مجاني. Thank you.